السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف السادس ابتدائي، الأخبار عاملين إيه؟ ومكملين معاكم إن شاء الله مراجعة الرياضيات. إحنا النهاردة مراجعة الوحدة الثانية، خدنا مراجعة الوحدة الأولى، مراجعة الوحدة الثانية يعني كتير كده 15 دقيقة. 15 دقيقة بس، أيوة كتير 15 دقيقة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله هتفهموها. يلا كده بس ما تنساش تدوس لايك، تعمل اشتراك. يلا توكل على الله وما ننساش الأول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العدد 4 و8 و10 ينتمي إلى مجموعة الأعداد. عدد العد والعدد الصحيحة. احنا ناخد نبذة الأول بعدين نحل. يعني إيه نبذة؟ نفهم إيه عدد العد. 1 فيهاش صفر، 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9. ما فيهاش صفر وما فيهاش كسور وما فيهاش عدد عشرية. دي أعداد العد. ما فيهاش صفر وعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. طب يمس الأعداد الطبيعية. صفر 1 2 3، يعني أعداد الطبيعية هي أعداد العد، بس بدأت بها أول في إيه؟ بصفر وإلى ما لا نهاية. إيه الصحيحة دي؟ في صحيحة موجبة وصحيحة سالبة. مش عارف يعني، بص الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة معايا لحد إلى ما لا نهاية. والسالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 تبع الأعداد الصحيحة. أي الأعداد الصحيحة أعداد سالبة أعداد صحيحة. طب إيه النسبة؟ النسبة ده يشمل كل حاجة، الصحيحة وغير الصحيحة. اللهم صل على سيدنا محمد. الصحيحة والكسور والعشري كله مع النسبة، كله مع النسبة. يبقى 4 و8 و10 دي مش أرقام عشرية. أي يبقى تنتمي على إيه؟ النسبية. طب سالب 9 وسالب 11 مين أكبر؟ ما أنا برضه لازم قبل ما أشرح أديك النبذة بتاعتي. إيه هي النبذة دي؟ أنا فاهمك يعني إيه سالب أصلا؟ سالب يا سيدي كل ما هو تحت الصفر أو كل ما هو خسارة. يعني إيه خسارة برضه؟ أنا معايا داخلة مول، بس أنت دخلت المول كده طبيعي في أول دور، ده الدور الأول اللي هو الأرضي. نزلت تحت، كل ما تنزل تحت اسمه سالب 1. لا نزلت تاني سالب 2. طب قاع البحر، يعني المستوى بتاع البحر ده صفر. في البحر من جوا سالب 1، كل ما تنزل متر سالب 2 سالب 3 وهكذا. أنا بنات عمارة الدور الأول هتطلع أول تاني تالت، يبقى لو هنطلع لفوق يبقى بالموجب، لو هننزل لتحت بالسالب. أنا حطيت فلوسي في البنك يا مس بس خسرت كام؟ 5 جنيه. سالب الخسارة بإيه؟ بالسالب. لا ده أنا حطيت عليها فلوس، حطيت 10000، يبقى موجب 10000. يبقى إيه الفرق بين السالب والموجب؟ السالب بيخسر أما الموجب بيكسب، والموجب طالع والسالب نازل. نشرح إزاي الكلام ده؟ طب ما الاتنين سالبين، مين الكبير برضه؟ طب في مثل بيقول لك ايه؟ خساره قريبه ولا خساره بعيده؟ تخسر 9 ولا تخسر 11؟ لا اخسر 9. يبقى مين كبير؟ ال9. وفي قاعده ثانيه رياضيه بتقول لك إيه؟ كل ما يكبر كل ما تقل قيمته. مين ده؟ السالب. كل ما يكبر يا سنه وسته كل ما تقل قيمته. يعني السالب يجي سالب 100، لا قال ده سالب واحد اكبر منه. كل ما يكبر كل ما تقل قيمته. ولو هنتكلم بالعامية خسارة قريبة ولا خسارة بعيدة. أنا معايا سالب 100 وأنت معاك سالب 1، ده السالب 1 كسبان. خسر جنيه ولا خسر 100 جنيه؟ العدد 4 على 9 ينتمي إلى مجموعة الأعداد لسه جايين. طالما كسور عشري يبقى أعداد إيه؟ نسبية. الأعداد إيه؟ النسبية. العدد الذي يعبر عن خسارة. خسر، دخلت في التجارة وخسرت 2000 جنيه يبقى سالب 2000. المعكوس الجمعي للعدد سالب 8 هنقوله 8. لحظة أنا عايز أشرحها كلها دي. المعكوس الجمعي للواحد سالب 1، المعكوس الجمعي لسالب 2 المعكوس الجمعي ل2 سالب 2، يعني العدد وعكسه بالسالب. طب المعكوس الجمعي للسبعة سالب 7، طب المعكوس الجمعي لسالب 7. طب الصفر، لا الصفر أصلا الصفر ليس عدد موجب ولا عدد سالب، ما لهوش أصلا معكوس جمعي. المعكوس الجمعي على سالب 7 هو، لا احنا لسه هنا معلش. اصغر عدد صحيح موجب. مين اصغر عدد صحيح موجب؟ مين اصغر عدد اصلا؟ الصفر. لا غلط، ان اتفقنا من لسه من شويه الصفر ليس موجب وليس سالب. يبقى مين اصغر عدد؟ الواحد موجب. اكبر عدد صحيح سالب 1. لا يا بس لا الكبير في السالب سالب 1. نخسر سالب 1 ولا نخسر 100؟ خسارة قريبة ولا خسارة بعيدة؟
لو على القاعدة الرياضية كل ما يكبر كل ما تقل قيمته. يبقى من الأكبر عدد هو سالب واحد، يبقى نبدأ بيه بالسوالب. المعكوس الجمعي لعدد سالب 7. بص هنا حاجة مهمة. إيه دي اسمها يا جماعة؟ قيمة مطلقة. اسمها إيه سنة 6؟ قيمة مطلقة. مش فاهم برضه يعني إيه قيمة مطلقة؟ بس قيمة مطلقة يا سيدي بتكرم الرقم، دخلت سالب دخلت موجب والله ما هطلعك خسران، هطلعك موجب. دخلت موجب هتطلع موجب برضه، مش هاخد منك حاجة. دخلت سالب هتطلع موجب برضه. يبقى المعكوس الجمعي عدد سالب 7. أصلا قبل ما أدور على المعكوس الجمعي لازم أجيب سالب 7. قيمتها بكام؟ ب7. هنخليها بعيد. ب7. مين معكوسها الجمعي؟ سالب 7. مسألة بنت لذينة. أكبر الأعداد التالية سالب 5 وسالب 3 وسالب 8 وسالب 9. طب يا سيدي اللهم صل على سيدنا محمد. واحد شاطر يقول لي سالب 9. يا أخسر سالب 9. أخسر 9 جنيه وأنا عندي أرقام أحلى ممكن أخسرها. ركز كده. السالب كل ما يكبر كل ما تقل قيمته، كل ما يكبر كل ما تقل قيمته. أخسر كام؟ سالب 3. طب ليه خسارة يا بس؟ ما هو مفيش مكسب. مفيش حاجة غير يبقى مين أكبر عدد ناخده؟ هو سالب 3. سالب 6 نقط معكوس الجمعي لعدد سالب 6. هو سالب 6 هنا فين يا جماعة؟ هنا في القيمة المطلقة في العصايتين أهو. هذا سالب 6 في القيمة المطلقة. أيوه في القيمة المطلقة. طلعها من بره بكام؟ ب6. وهنا المعكوس الجمعي سالب 6 ب6. احنا اتفقنا أي عدد معكوس الجمعي بنغير الإشارة. هنا سالب 6 طلعتها ب6. طلعتها ليه؟ قيمة مطلقة بتكرم الرقم. دخلت موجب دخلت سالب هتطلع برضه بموجب. المعكوس الجمعي اللي عدد سالب 6. لا معكوس جمعي خد العكس. خد 6. 6 دي أكبر ولا 6 دي أكبر؟ لا يكون لبعض. يقولوا يساوي أهي يساوي. 5 أكبر ولا القيمة المطلقة لسالب 8 أكبر؟ إيه رأيكم؟ أنه أكبر. تجي نحلها. سالب 8 طلعها برا القيمة المطلقة تطلع بكام؟ تطلع ب8 موجب. تطلع بكام؟ ب8 موجب. 8 أكبر ولا 5؟ 8 أكبر. المعكوس الجمعي للعدد سالب 4. طلع سالب 4 من برا اديني برا. ما بجيبش معكوس غير لما اتاكد الاول من برا القيمه المطلقه. طلع برا القيمه المطلقه الاول بعدين نجيب معكوس. يبقى المعكوس الجمعي هقول له هو سالب 4. ليه مش سالب 4؟ هو اصلا برا. قيمه معكوسها سالب 4. ترتيب. رتب القيم التاليه ترتيبا تنازليا. يعني ايه تنازليا؟ يعني من الكبير للصغير. طب هو مين اكبر ارقام؟ ده لحظه كده اهو انا عندي قيمه مطلقه حط من فوق منها 1. ليه مس؟ اتفقنا القيمه المطلقه بتكرم الرقم. دخلت موجب دخلت سالب هتطلع موجب. انا عندي 1 وسالب 5 و0 و9. اكبر الارقام لا سالب 9. لا انا مش عايز اخسر والله العظيم ما عايز اخسر. بنجي من هنا يا جماعه اقول اكبر ارقام 1 اكسب 1 بينفصل. بعدين مين؟ 0 نخسر 0. اخسر ولا حاجه احسن ما اخسر كل حاجه. وادي سالب 5 بعدين سالب 9. كل ما تكبر يا سالب كل ما تقل قيمتك. يعني سالب 9 ده اصغر الارقام. طب لو كان 9 موجب كنا هنقول اكبر الارقام. بس في السالب كل ما يكبر كل ما تقل قيمته. مكملين. رتب العدد التاليه تصاعدين اصلا اهو. مين؟ 2 وسالب 9 و0 و5 وسالب 3. تصاعديا مين اصغر رقم؟ 9 كبيره يا مس. كل ما يكبر السالب كل ما تقل قيمته. نبدا بسالب 9 فصل. مين؟ ناخد سالب تاني وهو صغير سالب 3 فصل تاني. اللهم صل على سيدنا محمد. مين الصغير تاني؟ الزيرو بعديها الاثنين بعديها الخمسة. تصاعدين دي يا جماعة برضه. مين أصغر رقم هنا؟ 0؟ لا السالب أصغر. حكينا من أول دايما السالب أصغر. سالب 1. طب لو في أكبر منه في سالب 5. شوف لو في أكبر من سالب 5 عشان هو اللي بيكبر الصغير. يعني مثلا سالب 100 صغير. سالب 1000 لا ده أصغر. كل ما يكبر السالب كل ما تقل قيمته. يبقى سالب 5 أصغر رقم. بعدين سالب 1 بعدين 0 بعدين 2 3 بعدين 4. بعدين الحل معلش هنا الحل اهو. تمام كده يعتبر الوحدة الأولى أو الوحدة الثانية معلش خلصت. هي أصلا بتتكلم عن القيمة المطلقة والأعداد السالبة والموجب
واكبر واصغر والمعكوس الجمعي. بس ما ننساش الصفر ليس عدد موجب والعدد سالب، فبالتالي ملوش معكوس جمعي. طب لو 5 معكوسها الجمعي سالب 5. طب لو صار ب4 معكوسها الجمعي 4. يعني مفيش عدد ملوش معكوس جمعي الا الصفر، ان ليس عدد موجب والعدد سالب. طب مين اكبر اعداد الموجبه يا مس؟ اكبر اعداد الموجبه اكبر اعداد الموجبه لا النهايه مش هنلقى لها حل. طب مين اصغر اعداد الموجبه؟ -1. مين اكبر اعداد السالبه؟ -1,000,000. كل ما يكبر ده كل ما تقل قيمته. احنا عايزين اكبر رقم في السالب، هو -1 ببدا بيه. -1 هو اكبر. انت لو نزلت على مستوى سطح البحر اول متر هتنزل تحت اسمه -1، ده تقريبا اعلى واحد. لو نزلت في قاع البحر اللي جوه يبقى مين اعلى كده او مين اكبر خساره؟ مين اكبر -1 ولا -1000 تحت لو نزلنا قاع البحر للاخر؟ -1 طبعا هو الاعلى بالنسبه لنا. يبقى مين اكبر اعداد السالبه؟ -1. الصفر ليس عدد موجب ولا عدد سالب. القيمه المطلقه تكرم الرقم، تكرم الرقم زي مثلا دخل الموجب دخل سالب بيطلع موجب، مش بيطلع خسران مع القيمه المطلقه. بس اهم حاجه اكون فاهم. والخساره دايما بالسالب، عمر ما في خساره تبقى بالموجب. طب لو نزل في البدرون سالب يا جماعه، نزل في قاع البحر بالسالب، لا انا طلعت فوق. ربنا كرمني وبنيت عماره دور اول تاني تالت ده موجب، ده كرمني اكتر وبنيت تحت برضه بدرون بالسالب. بحاول قدر ما اقدر اركز لكم على المهم، بس اللي انا شايفاها ان الوحده الثانيه يعني اسهل مما تتخيلوا، وهي ترتيب تنازلي ترتيب تصاعدي وكل شغل اطفال، الا بس ان السالب اللي غير الدنيا انه كل ما يكبر كل ما تقل قيمته. انا اتمنى تكون الرساله وصلت او الوحده الثانيه اتفهمت المعنى اصح، وان شاء الله تعالى تتفهم. ما تنساش تدوس لايك وتعمل اشتراك، وما تنساش هي سنه 6 ابتدائي وان شاء الله تفهم الدرس. واي حاجه مش مفهومه اكتب لي وانا هعمل لها مراجعه عامه وانزل اشرحها لك وراجعها لك فيديو جديد عشان خاطرك. نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.